السؤال الأول، لما نجد شخص يستخدم السوشيال ميديا طوال الوقت ولا يستطيع أن يحول عينه من على هاتفه المحمول، هذا الشخص فاضي، هادي، شادي، ولا ممكن عادي؟ دكتور الكمبيوتر يحسب اجابتين، هو بالفعل حسب اجابتين، عندك يا اما شادي يا اما هادي، فقري وردي بسرعه. من اصلا؟ يعني جهاز مش عليكي. طب ما هي اكيد مش شادي واكيد مش هادي. هي هادي فعلا. الف مبروك، كنت معانا 10000 جنيه، انا اعتبرتها كده، كملي معانا عشان الوقت. السؤال الثاني، الفرجة عن أفلام الإباحية هي حرية شخصية، توعية ثقافية، تعتبر خطية، أو غريزة فيا؟ فكري وردي بسرعة. يعني ده سؤال صعب جدا. خلي بالك ده سؤال صعباني. بس انا عارفاها. طب ممكن نطلب من الجمهور انه يصوت على السؤال. الجمهور اختار 99% من التوعية الثقافية، و1% تعتبر خطية. هي تعتبر خطية. خلاص بقى ما دام اختار الجمهور فعايز خطية. جواب نهائي؟ اختار الجمهور. للأسف الإجابة صحيحة، كسبت معانا 20000 جنيه. ألف مبروك. السؤال الثالث، الإدمان هو حاجة مسيطرة عليا، حاجة بحبها شوية، سعادة مش طبيعية، أنا حر ومحدش دعوة بيا. دي بقى انا عارفاها واثقة منها جدا. الادمان حاجة مسيطرة عليا. جواب نهائي؟ واثقة منها قوي. متأكدة؟ جدا جدا. قوي. للأسف الإجابة الصحيحة هو أنا حر ومحدش دعوة بيا. إجابات غلط. غلط. إجابتي غلط يا نبيل. ركزوا معايا في السؤال اللي جاي. سؤال سهل وبسيط. 1 زائد 1 بيساوي كام يا ولاد؟ 3. برافو يا ولاد، 3. إيه الشطارة دي؟ نادرة يا حبيبتي. مالك؟ مش مركزة معانا ليه؟ مش بجاوبوا صح زي زمايلك ليه؟ مش والله بيجاوبوا غلط. 1 زائد 1 بيساوي 2 مش 3. يعني زمايلك كلهم غلط وانت اللي صح؟ انا المدرسه بتاعتك غلط وانت اللي صح؟ احنا الاغلبيه يا ناديه. ركزي معايا يا حبيبتي عشان مش هينفع خالص تعملي معانا بالطريقه دي. سامعه؟ مش هينفع خالص تعملي معانا كده. طب ما احنا كده هنكمل. ايوه بس احنا لسه مخطوبين. الآن ليه؟ انا بحبك وعليك بس انا خايفه ان احنا هنعمل غلط. غلط؟ مفيش حاجة اسمها غلط صح. الغلط ده شيء نسبي.
خانتني. خانتك مع مين؟ خانتني مع جوزها. هو يا أخي سؤال، ما الخيانة؟ هل المشاعر أصبحت جريمة؟ هل الخيانة أصبحت شيء عادي؟ هاي جايز، عاملين ايه؟ انا جايه النهارده اكلمكم في موضوع جميل ومختلف شويه. انا بس كنت عايزه اقول لكم ان جسمنا ده مش مشكله، هو احنا حرين ان احنا مش بنأذي حد. احنا محتاجين نسيب نفسنا لمشاعرنا واللي بيرضينا ولو مره واحده بس. مين الناس اللي عندهم حساب؟ يعني الناس بتعمل زينا ويمكن اكتر. دي ما اسمهاش شهوه، ده اسمه لاف. حبايبي ركزوا معايا في السؤال اللي جاي. سؤال سهل وبسيط. الشمس بتطلع منين يا ولاد؟ ها منين؟ مين شاطر يجاوب صح ويقول لي الشمس بتطلع منين؟ الغرب. جاوبي يا نادرة، جاوبي صح، جاوبي زي زمايلك عشان كلنا هنسقفلك. الشمس بتطلع من الغرب. سقفوها يا ولاد، برافو يا نادرة، برافو. أخيرا جاوبتي صح. لا طبعا مش صح. انت عايزاني ازور ورق جوه الشركه؟ وفيها ايه؟ مشاعرنا كلها بتعمل كده. ايوه بس احنا كده بناخد حاجه مش من حقنا، مش اسمها سرقه على فكره. ما نكبرش الموضوع، بس ما سرقه عادي يعني. أنت حر ما لم تضر. أنت حر تاكل إيه؟ حر تشرب إيه؟ حر تعيش إزاي؟ أنت حر كمان في اختيار جنسك. خلقت لنكون أحرار وليس عبيد. بقينا عبيد فلوس، ما بقاش عندي اي اختيار غير ان الف كل يوم عشان اجيب فلوس. ما اسمهاش عميل فلوس، ده اسمه طموح. خلاص إيه الامتحان؟ نادرة السؤال التاني. معلش نادرة اللي لسه ما غششتهاش، مش مستعد زمايلك ليه؟ ما انت مش حل حاجة اهو، امال مالك؟ انا مش بغش ولا بغشش. ما اسمهاش غش يا حبيبتي، اسمها مساعدة. ساعدني، هنقول لهم ايه بس لما يسالونا؟ هنقول لهم ما نعرفش حاجه عن اللي حصل ده. بس مش دي الحقيقه، احنا عارفين ان ده اسمه كده. كده بس ذكاء عشان نطلع من اللي احنا فيه ده. فتح مخك معايا شويه. شغال معاكم معايا في السؤال اللي جاي. الشكل ده شكل ايه يا ولاد؟ برافو يا ولاد، برافو. كلكم شاطرين قوي، كلكم بقيتوا شاطرين. نادرة انا مبسوطة منك قوي. انت ازاي بقيتي شاطرة قوي كده؟ أرنب. حريه. 1+1=3. حب. من غرب. مش سرقه. ذكاء. سعدين. طموح. زي دايرة.
هيقولوا شمال هيقولوا يمين أفكار بتلخبط بني آدمين حسبة قديمة ومعروفة واحد مع واحد متسمين حسبة قديمة ومعروفة واحد مع واحد متسمين تعبان مش قادرة الشمس بتطلع بيه الشمس خلق الله الإنسان على ذاته حرية شخصية، احنا بنغير اسم الخطية عشان اديها مبرر لنفسي، دي مش حرية شخصية. الشمس بتشرق منين يا شباب؟ ده تعبان ولا أرنب؟ تعبان ولا أرنب؟ تعبان! أوقات بنقول عليه أرنب. هاجي أسألك سؤال صغير، حد من زمايلك أنت بتروح كنيسة إيه؟ أنا بروح كنيسة أبو سفينة. تيجي تجرب معايا؟ كنيستي فيها حاجات حلوة، كلنا بنغني بنقول اسم المسيح. لا يا حبيبي، ده اللي بنقول على الذئاب في ثياب حملان. عارف الكتاب قال ايه عن الكلام دوت؟ حد عارف بولس الرسول قال ايه؟ اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر، بتحاول تروح مكان فيه تعليم غلط. ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما كما سبقنا فكنا أقول لكم أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. يعني إيه أناثيما؟ مقطوع ومحروم من الشركة الإلهية. مش محروم بس، محروم ومقطوع من الشركة الإلهية. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. مش تروح تكلم معاه، مش تروح عشان انا بصلي معاه، لا يا حبيبي. ان كان احد ياتيكم ولا ياتيك بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. ده كلام الانجيل. من يسلم عليه يشترك في اعماله. ده تعبان مش اجنب. انا مش رايح اصلي، انا مش رايح اغني. انت كل حاجه اسمها الصح. قد ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم، بسبب اللي انتوا عايزينه فابطلتوا وصيه الله. انهي اهم؟ هو ده اللي همشي عليه، هو ده التاني، هو ده الانجيل اللي همشي عليه، هو ده اللي بيقوله، هو اللي قال كده مفتدين الوقت لان الايام شريره. ما قالش ان انت تقعد على الموبايل بال 15 ساعه وتكسل تصلي ساعه او 5 دقايق. قال لك مفتدين الوقت لان الايام شريره. الوصيه صريحه، لا تشكلوا هذا الظهر. فكر كده وانت نازل وقف. انت لما بتصلي اول حاجه في الصلاه بتقولها ايه؟ انت ابن مين؟ وقف كده واسال نفسك لو سمحت، شكلي دوت بيعبر على ان الله ابويا؟ هل لما بيشوفوني بيعرفوا ان انا مسيحي على طول؟ ولا بيستنوا لما اقول اسمي؟ شبه بعض كلنا، قلنا لبعض. طريقتي في الكلام. بص لما مشي ورا المسيح وقعد كده مع العبيد قالوا له كلمه جميله جدا. انت منهم لان لغتك تظهرك. انت لغتك بتظهرك ازاي؟ افتكر انت مين لو سمحت. انت مين ابوك؟ مطلوب منك ايه؟ افتكر ان انتم ملح الارض، فلو سمحتوا كونوا ملح الارض. انتم نور العالم، ده امر. انتم نور العالم، لو سمحتوا كون نور للعالم زي ما مطلوب منك انك تمشي على انجيلك. ربنا يديكم ويحفظكم ويملاكم حكمه تعرفوا تفرقوا ما بين التعبان والارنب، ما بين الحمل والديك، عشان الاشكال كتير غيرت بعض.